يلا حاجة حلوة بقى سهلة وبحاجات متوفرة. ايه ده؟ من البسكوت بتاع التغذية بتاع الولاد في المدارس هنعمل احلى حاجة حلوة هتعجب وتعجب ولادك وتعجب جوزك وتعجب كل اللي ياكلها بطريقة سهلة وجميلة. طلعت ازاي بالطريقة دي؟ من شوية بسكوت كده حوشتهم معايا وعملت بيهم كل الكمية الحلوة دي. طبعا حبايبي اللي لسه بيشوفوا القناه لاول مره يا ريت تشتركوا في القناه، طبعا فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي، واللايك الجميل منكم اللي بيرفع الفيديو على اليوتيوب. يلا بينا نشوف الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وعافيه. طبعا النهارده الحلو بتاعنا كده في حاجه كده فاخر من الاخر هتعجبكم وهتتهبلوا كده عليها والاولاد هيطلبوها بنفسهم. عندي هنا بسكويت ساده. طبعا اي نوع بسكويت تحبيه اعملي بيه. طبعا انا استخدمت البسكويت بتاعنا اللي هو بتاع التغذيه اللي بياخدوه في المدارس، ولادنا بياخدوه في المدارس، اللي هو ده ماشي، ده الصغير، والكبير اللي هو ده. طبعا انا فضيته في البوله زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى ان انا اعمل خلطه كده بحيث ان هم ياكلوا، تحس ان هي كده تورته، تحس ان هم هياكلوا حاجه كده جميله وهتعجبهم خالص، مختلفه كمان عن البسكوت. عندي هنا لبن حليب انا كنت غاليه وحاطاه في التلاجة، ادي حليب، وعندي سكر طبعا، وعندي فانيليا، عندي معلقه كاكاو خام، وعندي معلقتين من الزبده. هنا بقى دي النشا. هنعمل ايه بقى؟ هناخد جزء من الحليب هنعمله بساده، وجزء تاني هنعمله بالكاكاو الخام، او عندك شوكولاته مفيش مشاكل، وجزء جزء من الحليب، لا شويه صغيرين خالص، معلقتين كده هناخدهم لصوص الكراميل اللي احنا هنعمله. هبدأ بقى ان انا اقسم الحليب بتاعي على حاجتين كده بحيث ان انا اعمله كده مهلبيه يعتبر ساده، ومهلبيه بالشوكولاته طبعا. وهحط هنا معلقه من الزبده هحط مكعب زبده كده على الحليب بتاعي. الحليب طبعا ساخن اهو عشان اضيف النكهه كده بتاعته. هبدأ انزل طبعا على الحليب وهو كده، هنزل بالفانيليا بتاعتي، ادي فانيليا، بسم الله، ظرف الفانيليا او ظرف زي ما تحبي. وهبدأ انزل بالسكر ده قبل ما اقسمه. هبدأ بقى ان انا اقلب الميكس الجميل ده. شايفين الزبدة بتسيح، بالشكل ده، وقلبت السكر. هبدأ بقى ان انا اقسم الخليط واسيب بس يا دوب معلقتين للصوص الكراميل. ادي اهو قسمتهم كده، وهاجي طبعا في طاسه كده هنزل بالسكر بتاعي اللي هعمله كراميل. هبدأ احطه على نار هاديه من غير ما اقلب عشان ما يتحرقش مني او ما يسكرش. احطه على نار هاديه. هنا طبعا ادي معلقتين الكبار من اللبن اللي انا حشتهم. هجيب طبعا النشا بتاعتي، احط كده بس نص من معلقه النشا عشان تربط لي صوص الكراميل بتاعي. هقلبه كويس كويس. هنا بقى النشا الباقيه دي هبدأ ان انا انزل على النشا دي بشويه ميه باردين، عشان طبعا اللبن دافي سخن يعني، فانا هنزل بالميه البارده على النشا عشان اقلبه كويس وادوبه. الجزء طبعا اللي هو الاقل شويه اللي هعمله بالشوكولاته كده، هبدأ انزل بالكاكاو بتاعي اهو. هبدأ ادوبه، الكاكاو عادي ينزل في الحليب بالشكل ده كده، واقلب لغايه ما ادوبه خالص، واضيف باقي الكميه.
بعد كده بدوبه كويس خالص المضرب بتاعي. وهبدأ بقى النشا بتاعتي جيزت، هبدأ انزل بالجزء يعني التلت والتلتين. التلت طبعا هنا بالنسبة لصوص الشوكولاتة اهو. طبعا اضافة معلقة من الزبدة بتعمل لي الطعم خالص. هغسل المضرب طبعا عشان اللون ما ينتقلش للابيض. هبدأ بقى ان انا انزل بباقي النشا على الصوص الابيض وهطلع بيه على البوتاجاز. ادي السكر اللي بيتكرمل اهو، اسيبه كده على نار هاديه لغايه ما يسيح مع بعضه. وادي المهلبيه بتاعتنا او الصوص الابيض. لازم ايدك فيه عشان اللبن فيه جلوتين طبعا. بايه الجلوتين فيه ماده سكريه تمسك على طول، ممكن تشيط لك الحله جوه. وادي صوص الكاكاو او الشوكولاته، مهلبيه الشوكولاته اهي قربت ان هي ايه تسخن على العين التانية، على الشعله التانية، بس طبعا مهديه النار يعني على الشعل كلها، مشغله البوتاجاز بحيث ان ايه الدنيا تبقى مظبطه. بدأ الصوص الابيض يجمد اهو معايا، دقيقه بالظبط وهقفل البوتاجاز عليه. وادي صوص الكراميل، هبدأ ان انا ايه اقلبه من تحت عشان ما يتحرقش بالشكل ده. تمام جدا كده، حلو خالص. فين اللون؟ هبدأ بقى انزل بمعلقة الزبدة بتاعتي على صوص الكراميل كده بالشكل ده، وانزل كده بالراحة خالص بالخليط بتاعي اللي هو خليط اللبن والنشا. طبعا هيبتدي ان هو يمسك معايا كده، هسيبه شويه وبعد كده ايه يفك خالص وايدي فيه برضو لغايه ما يبقى صوص تاني. وادي صوص الشوكولاته بتاعنا، نجيب المضرب عشان ايه يبقى مظبوط معانا. بسم الله، نقلب خلاص كده كويس خالص. هبدأ بقى ان انا اقفل البوتاجاز ونجهز القوالب اللي احنا هنعمل فيها. ادي كل حاجه جهزت، المهلبيه البيضه، وادي هنا مهلبيه الشوكولاته، وهنا صوص الكراميل جاهز ده طبعا للتزيين. وعندي هنا ممكن نعمله في بولات زي كده اهي. البولات دي جميله خالص، تبقى فرديه طبعا اهي. عندي منها فردي، هعمل ايه فيها؟ هجيب في كل واحده كده بسكوتيه وهبدأ ان انا اعمل معاكم. وبعد كده نجيب قالب كبير او صينية، قالب زي كده، ونعمله بقى زي دوار او صينية كبيرة. ما عندكيش قوالب زي كده تعملي صينية. هبدأ اقول بسم الله. هنزل الاول بالمهلبية البيضة، نستخدم هنا المعلقة. بسم الله. انا طبعا عاملاها مش تقيلة، عاملاها خفيفة عشان يبقى ايه الطعم طبعا يبقى اجمل. وهنا احط بسكوتة تاني، هبدأ احط صوص الشوكولا بتاعنا كده، تنزل طبعا على الجوانب. اسويها بالشكل ده بالشكل ده كده. اجي بعد كده اجيب كده من فوق بعد ما حطيت صوص الشوكولا كده واسويه بالشكل ده كويس. هبدأ احط عليه صوص ابيض، مهلبية البيضة، اعملها كده تبقى ايه اخر دور يعني ابيض، بحيث ان انا ايه بالشكل ده كده. شايفين تحفة بصراحة. اجيب معلقة بقى للصوص الكراميل، واجيب الكراميل كده بسم الله، عامله خفيف مش تقيل. هبدأ ان انا اعمله بالشكل ده كده اهو. شايفين الشكل ده
شكل كده تحفه. هاجي بقى بطرف سكينه او شوكه، هبدا اعمل ايه، اعمل بالشكل ده كده اهو، رايح جاي رايح جاي. شايفين بقى، يعني بيقولوا كلني كلني، يعني شوف من تحت كده شكله من الجنب جميل حلو خالص. هبدأ بقى ان انا ايه، هعمل معاكم القالب، وبعد كده اعمل القوالب الصغيرة دي. القالب نفس الطريقة، هعمل ايه، اجيب البسكوتات كده وارصها من تحت بالشكل ده كده اهو. لو في بسكوت مكسر مفيش مشاكل خالص هنستخدمه، يعني الحته دي احنا عايزين بسكوت مكسر ليها اهو، اهو تمام. نطلعها كده ونكسر كده بسكوت على اساس ان احنا نعمل الجوانب بتاعتنا ادي بالشكل ده. هبدا بقى انزل بالصوص بتاعي بتاع الشوكولاته، هعمل زي ما عملت بالظبط في البوله، هيبقى ايه دور ودور اهو كده. طبعا يعني عملتها قبل كده، طعمها جميل، الولاد حبوها، يعني كل شويه عمالين من الاسبوع اللي فات يا ماما اعملي لنا، يا ماما سوي لنا، احنا عايزين. حاضر يا ولادي هعمل لكم اهو. اجيب الدور التاني بالشكل ده، اجيب طبعا بسكوت كده نكسره نحطه اهو بالشكل ده كده اهو كده بالشكل ده. ونحط بقى المهلبية البيضة، عايزين شوكولاته كله مفيش مشاكل على حسب الرغبة، عايزينه ابيض برضو وتزينه بالكريم كراميل او تحطه في النص الكريم كراميل مفيش مشاكل، يعني كله على حسب الذوق العام. بالشكل ده هبدأ احط طبقة تالتة، وطبعا واحط الشوكولاته في الاخر، هنحط التزيين بالكريم كراميل. هرجع لكم عشان مطولش عليكم الفيديو. وادي الحلو بتاعنا خلص وبقي شكله جميل وطعمه تحفة، هيعجبك جدا. وادي القالب اللي احنا عملناه كذا طابق كده، ممكن تعملي في صينيه لو ما عندكيش بولات زي دي، ممكن بولات مدوره عادي وتكسري البسكوت وتحطيه وتعملي بيه عادي خالص. وادي الشكل البوله من الجنب، والكريم كراميل يعني طعمه ما تفرقوش عن الجاهز. يا ريت تعجبكم الطريقه، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، بحبكم في الله، مع السلامه.